لم تمر عملية إخلاء الجزء الجنوبي من مخيم الغابة قرب مدينة كالي شمال غرب فرنسا بهدوء، فلدى وصول الشرطة إلى الموقع وشروعها في إزالة أجزاء منه متسلحة بقرار قضائي، اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومئات المهاجرين الرافضين لقرار الإخلاء. واحتجاجا على القرار قطع بعض المهاجرين الطريق المجاور بالقوة لمنع مرور الحافلات، وأضرموا النار في عدد من الخيام، ما تطلب تدخلا من قوات مكافحة الشغب التي واجهتهم بالقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه. كما اعتقل عدد من المحتجين بينهم ناشطون بريطانيون في منظمات تدعو لإلغاء الحدود. كما لاحظتم، نشطاء نو بوردر لا يترددون في إضرام النار في الخيام، كما شاهدنا مواجهات مع قوات مكافحة الشغب. هذا أمر غير مقبول، ومن الطبيعي أن نتدخل لضمان استتباب الأمن. السلطات الفرنسية تسعى لنقل هؤلاء المهاجرين إلى أماكن أخرى، لكن سعيهم لاقتناص أي فرصة لدخول الأراضي البريطانية دفعهم للإصرار على الرفض وتفضيل البقاء في ظروف غير صالحة للحياة البشرية. غالبية هؤلاء المهاجرين يحاولون الصعود بشكل غير قانوني إلى القطارات التي تعبر نفق القنال أو إلى حافلات متجهة إلى بريطانيا حيث يأملون بالاستقرار، وقد أدى وجودهم إلى حدوث توتر مع السكان المحليين، مما استتبع وجودا دائما للشرطة لضبط الأمن. وفور الإعلان عن تفكيك المخيم العشوائي في كاليه، اتخذت بلجيكا المجاورة إجراءات لمراقبة حدودها لمواجهة أي هجرة محتملة إلى أراضيها. تشهد اليوم